عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيديو جديد ومهم، وعايز كل الأهلاوية يعملوا لايك وشير للفيديو ده ويكتبوا كومنتات كتير، علشان أبو تريكة بيخرج عن صمته. أبو تريكة بيخرج عن صمته وبياخد أحمد حسام ميدو غسيل ومكوى. أبو تريكة بيعنف أحمد حسام ميدو على التصريحات الكاذبة التي ليس لها أساسا من الصحة. اللي ما يعرفش الموضوع هقول لك على كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبمسي على كل اخواتي الاهلاويه اللي منوريني دايما. بتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وشير وكومنتات كتير، دعما منكم لاخوكم راموس الاهلاوي. يعمل لي كده لايك وشير وصلي على النبي وقول عليه افضل الصلاه والسلام، واسمع رد عم الناس. ابو تريكة خرج عن صمته لان ميدو بكلامه بينكر مجهود كبير قوي 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 لم يحدث في تاريخ قارة افريقيا غير مع الكابتن حسن شحاتة، وبينكر مجهود زمايله، وبينكر مجهود اساطير منتخب مصر من 2006 ل 2010. احمد حسام ميدو طلع من يومين وقال تصريح في منتهى العته وفي منتهى الاستفزاز، وفعلا شارب عرق سوس، ما يقولهوش غير وهو شارب عرق سوس، كلنا فاهمين. احمد حسام ميدو طلع في بودكاست وقال لك، كان تقريبا مع الاعلامي، مع اسمه ايه، عبد الناصر ابو المعاطي زكي، طالع معاه وبيقول منتخب مصر بقيادة الكابتن حسن شحاتة في الجيل التاريخي اللي خد 3 افريقيا ورا بعض، قال لك كان بيجيب سحرة ومشعوذين وزيبة احمر وبيقرا على الجزم ومش عارف يعزم وحاجات كده غريبة، علشان كده كسبنا. انت بتنكر كل المجهود اللي عمله الجيل التاريخي لمنتخب مصر والجيل التاريخي للكرة المصرية، وبتقول ان احنا كسبنا بالسحر. ابو تريكة بقى رد عليه رد قاسي. ابو تريكة اول مرة ينفعل في استوديو التحليلي بين سبورت، حتى اعتذر للزملاء وقال لهم معلش على انفعالي. رد ايه بقى ابو تريكة وقال ايه؟ قال له مع احترامي للكابتن احمد حسام ميدو، انا مش عارف هو ازاي قال كابتن، بس ماشي، ابو تريكة محترم برضه. مع احترامي للكابتن احمد حسام ميدو اصلا ما انضمش لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة غير في بطولة 2006 اللي كانت على ارضنا، وما شاركش غير في ماتشين فقط، وكان بديل مش اساسي، وضيع ضربة جزاء قدام ليبيا، ولا مش فاكر قدام الكوت ديفوار. كان ميدو وعبد الحليم علي تقريبا الاتنين ضيعوا ضربتين جزاء. عموما يعني ان ميدو اصلا ما شاركش مع منتخب مصر والجيل التاريخي ده، لانه هو مش من ضمن الجيل التاريخي، ولا هو لاعب تاريخي اصلا، ملوش تاريخ. ما شاركش اصلا مع كابتن حسن شحاتة غير في بطولة افريقيا 2006، وما لعبش غير ماتشين 3، كان بديل بينزل دقايق معدودة. فمنين انت جبت الكلام ده يا ميدو؟ منين جبت الكلام ده اصلا؟ انت كنت معانا في 2008؟ لا. انت كنت معانا في 2010؟ لا. كنت مستبعد علشان لعدم الحاجة ليك، ما كانش ليك لازمة في منتخب مصر. وكلنا شفنا ماتش مصر والسنغال وتبديلة عمرو زكي بميدو، اللي من بعدها ميدو طلع على بره المنتخب وما شفناهوش تاني، ولا كنا عايزين نشوفه تاني اصلا في المنتخب. وكمل ابو تريكة وقال، من كام يوم سمعت تصريحات من احد الزملاء بيقول ان مصر كانت بتكسب افريقيا مع كابتن حسن شحاتة بالاستعانة بالسحر والزئبق، وان الشيوخ كانت بتيجي تقرا وتعزم على جزم وتيشيرتات اللاعبين. هذا الكلام ليس له اساسا من الصحة، ليس له اساسا من الصحة، عار تماما، عار من الصحة، وكذب وافتراء على مجهود اللعيبة وحسن شحاتة. وكمل كلامه وقال لازم اللي طلع وقال الكلام ده على الملأ يعتذر، على الملأ يعتذر للكابتن حسن شحاتة، ويعتذر على لزمايله الجيل التاريخي المنتخب مصر، يعتذر علشان انت بتنكر مجهودهم.
لازم يعتذر لزمايله. وقال لك ايه تاني؟ منتخب مصر دايما كان بيضم لعيبة محترمة وعارفة ربنا، كنا بنصلي كل الفرد بفرضه جماعة، وانا بنفسي كنت بأم المنتخب، وعمرنا ما نكسب بالطريقة دي. انا اسف يا محمد يا سعدون، انا انفعلت، بس لازم انفعل لاني كنت حاضر وشايف بعيني كل اللي حصل. ولو حصل حاجة من اللي قالها الزميل كنت اصلا انا هطلع من المنتخب ومش هكمل لعب، لان انا ضد ده، لان ده شرك بالله والعياذ بالله، ده شرك بالله. وابو تريكة كلنا عارفين اخلاقه، ومش ابو تريكة بس، ابو تريكة واحمد حسن وسيد معوض واحمد فتحي، التلاتة دول تلاقي علامة الصلاة اصلا طبعا في وشهم كلهم. كان مشهور المنتخب ده بمنتخب الساجدين من كتر السجود، ومن كتر ما كانوا ما شاء الله عليهم كل واحد في الطيارة مش حاطط بقى الهاند فري بقى والبتاع الضخمة ديت الهيدفون بقى وبيسمع اغاني، لا، كلهم بلا استثناء ماسكين المصحف. بعثة منتخب مصر كل ما كان بتيجي في التلفزيون وهي مسافرة لأي بطولة أو لأي ماتش، كل فرد في المنتخب كان بيبقى معاه المصحف، كل فرد. كنا بنشوف الكابتن حسن شحاتة وردود أفعاله على دكة البدلاء وهو بيقول جملته الشهيرة: يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. ما فيش أي منطق، ما فيش أي حد عنده ربع عقل يصدق كلام ميدو. باين إن هو كلام نابع عن ضغينة عشان هو عارف إنه ملوش تاريخ. ميدو عارف إنه ملوش تاريخ، ولا له تاريخ مع نادي، ولا له تاريخ مع منتخب، مفيش. حاقد على الكابتن حسن شحاتة من ساعة ماتش السنغال، بالرغم اصلا من انك انت الغلطان يا ميدو، وكان يجب طردك فعلا زي ما عمل حسن شحاتة. طب ما هو شيكابالا ما انضمش منتخب برضه مع حسن شحاتة، لكن شيكابالا اعترف ان انا اللي كنت مقصر في انضمامي للمنتخب وليس الكابتن حسن شحاتة. انما انت يا ميدو عمرك ما هتعترف، عمرك ما هتعترف بغلطك، علشان كده هتفضل قليل جدا في نظر الناس قبل ما يكون في نظر نفسك اصلا. لايك وشير للفيديو يا اخواتي اهلاويه. ده كان موضوع النهارده. بكره ان شاء الله هنتكلم في الصفقات. بكره فيديو هينزل كده ان شاء الله الساعه 1 علشان اكد عليكم صفقات النادي الاهلي اللي حسمت، المحليين بالاجانب. سلام.